طلع ادخل يا ايوه اطنخ. ايوه مطنوخ والله مطنوخ. يلا اطنخ البنت هذه اطنخ. انزلي جنبي يا اماني انزلي جنبي. يلا اطلعي فوق. يا بنت ارجعي هنا جنبي، ارجعي جنبي، يلا اطلعي. انا بدي الصوت هذا، انا بذلك بدي الصوت هذا. يلا اطنخ. ايوه يلا انا برسل الاسد. ايوه انا برسل الاسد. كفو. أيوة رحت ورجعت وانت في هذه اللعبة. انا بلعب اللعبة. يلا انا بلعب اللعبة وامشي وانا بلعب اللعبة. انا اتكلم معاك. استغفر الله العظيم، بس ضيعت نفسك وضيعت عقلك ومستقبلك بسبب هذول الالعاب. اوه والله حرام. مالك انت يا محمد؟ انا تقحفلت. الله يقحفل راسك. ايش من قحفله؟ انا اقول لك هذه اللعبة ضيعت عقلك ومستقبلك وضيعت حياتك. هذه اللعبة ادمان. خلاص ادمان ما تقدر تسيبها. اقول لك فتح عقلك صح. فتح عيونك. اللعبة هذه ضيعت مستقبلك بدون ما تشعر انت. عارف انك قلت لي بسبب اللعبة هذه خسرت خطوبتك وخسرت نصفك الثاني. انت عارف لما كان ابوك الله يرحمه كان مريض ويحتاج لفلوس ما قدرت ترسل له بسبب هذه اللعبة. ما قدرت ترسل له بفلوس علشان يتعالج ويدخل مستشفى، بس مات بسبب اهمالك. هذا قدر الله. انا عارف انه قدر الله، بس انت كنت السبب. بالله عليك لما تشحن في اللعبة راتبك كله عشان من؟ عشان بنت تجلس تتكلم معك وتسمع صوتها، وبنت غريبة وتراسلهم رسائل غير اخلاقية. عشان من؟ عشان تتكلم مع بنات الناس. عيب، استحي على نفسك. وبعدين بسألك، البنات اللي في اللعبة هل معهم آباء؟ معهم أخوان أو أمهات؟ أكيد ما في معاهم، إلا معاهم. بس أكثر البنات يكذبوا على أهلهم إن هي لعبة عادية لأنها فيها لعبات كثيرة، ويدخلوا يكلموا عيال ويرتبطوا معاهم، وبعدين داخلها من كل مكان. استغفر الله العظيم، بس قسما بالله العظيم ما أدري إيش في عقولكم. بالله عليك تشحن براتبك كله داخل اللعبة ولا في أي فائدة؟ لا وين وصلنا؟ البنت لما تدخل تتكلم مع إنسان غريب إيش تشعر؟ ما تشعر إن هي خانت أمها وأبوها؟ ما تشعر إن هي خالت الله ورسوله؟ وبعدين أعرف دم أنت داخل اللعبة تلعب على بنات الناس وتستعطف قلوبهم، اعرف إن الدائرة بتدور يوم وبايجي دورك. إذا ما عندك خوات بيجي عند بناتك، إذا ما عندك بنات بيجي عند واحد من أهلك. وتذكر دائما من دق باب الناس دقوا بابه. فلا تقول أنا ما عندي أحد، والله إنك بتاخذ جزاتك.